واقفين في الفصل اللي فات على الامبراطورة والامير الاول لما دخلوا. هو بتقول ريتا على مدى السنوات الثمانية الماضية ما قدرتش ان انا انسى وجهه. الامبراطورة بتقول الجميع ارفعوا رؤوسكم اولا، وهي بتكون لسه هتكمل حد بيقول صاحب السمو الامير كاليون وصل. بتبص عليه ريتا وبتكون زعلانة جدا، وبتقول ليان حقا هو فعلا نفسه كاليون ما بيبصش عليها، لكن هي بتكون متأثرة. اخوها بيجيلها عشان يرقص معاها، بتقول له ارجو منك ان تعتني بيه جيدا يا اخي. بيقول لها بالتاكيد سيدتي، وبيبداوا يرقصوا. وبيقول لها تحسن راسك، بتقول له ده بفضلك. بيكون هنا كليان بيختلس النظر عليهم، وبتبص عليه. هي بتقول تعبيره بارد، يبدو كانه شخص مختلف تماما. وبتقول ليان اللي عارفاه كان رجل طيب وحنون، ربما تكون هذه الشخصيه الحقيقيه، وما رايته في عينه وقتها كان مزيف. هو بتكمل رقص مع اخوها، وبتفكر في ان هي حاولت تتظاهر ان هي ما تعرفوش وكأن مفيش اي علاقة بيها، ولكن الامور ما بتجريش كما هو مخطط ليه. اخوها بيقول لها انت شاردة ليه؟ بتقول له اعتقد ان ظهرك هيؤلمك من الرأس. بيقول لها اشعر كأنني اصبحت الشيطان اللي سرق الاميرة، لابد ان هذا ما يفكر به هذا الرجل، قصده يعني على ابوها. بتيجي واقفة في بلكونة كده وبتقول اشعر بالتعب مع اني رقصت 3 مرات بس. وبتقول ده امر مرهق جدا، رقصت مع سيان ايضا بعد كل ده. وبتبص للسما وبتقول حفل التنكر هيكون بعد 3 ايام، هيكون ده يوم جيد للتسلل للإمبراطورة بسبب تزاحم الكثير من الأشخاص في اليوم ده، وكمان لما ارتدي القناع هيكون من السهل تخبئة وجهي. لكن ماذا عن الشعر؟ وبتقول من الخطر جدا استخدام السحر، لأنه لو تم القبض عليه هتكون في مشكلة. وبتقول أعتقد إن أنا هضطر للتفكير في الأمر أكتر قليلا. فجأة حد بيجي بيقول لها إريتا. بتقول تين مش ممكن. بتقول له إيه اللي أنت بتعمله هنا؟ تبدأ تبص حواليها. بيقول لها ما كانش في أي حد في الطريق لهنا، عشان كده ما تقلقيش، على الأقل ما فيش هناك أحد في مجال رؤيتي. بتقوله تمام. بتقول إذا قال تين ده فلابد من صحة الأمر، لأن رجال قبيلة الذئاب ذوي الدم الأصيل لديهم قدرات بدنية مميزة. هو بتقول يبدو ان الجميع موجود في قاعة الحفلات وده مريح جدا. وبتسأله هو ليه هنا؟ بيقول لها طلب مني يورجين ان انقل لك هذه. بتبص على الرسالة بتلاقي فيها كلام خطير جدا، وبتقول ده سخيف. مكتوب في الرسالة لا يوجد شخص بهذا الاسم إيلا دين، بالإضافة للبارون دين وابن زوجته إيلي دين لا يوجد أطفال أخرى. بتكون مبهورة جدا وبتقول وجود إيلا قد اختفى تماما. بتنقل بينا المشهد الإمبراطورة والأميرين وهم قاعدين يتفرجوا على الحفلة الراقصة، وبتكون برضو ريتا بترقص. بيقول وقتها كاليون اسمه مزيف وهوية مزيفة. بيقول على الرغم ان انا كنت اعلم انها ستكشف الحقيقة يوما ما، لكني اشتقت الايام اللطيفة دي. وبتقول لقد كنت مغرور في الماضي عندما اعتقدت ان انا اقدر اتحكم في نفسي. وبيقول كم اريد الركض بشدة اليها وشرح كل شيء ليها، ولكن اذا اقتربت منها من المؤكد ان الامبراطورة هتلاحظ ده. وبيقول اذا اردت التحدث إليها يجب ان انا ابتعد عن جميع الانظار، لانه ما فيش حاليا اي اتصال رسمي مع الارشدوقة. وبيقول ليس لها علاقة بالمعركة المزعجة دي، وبتمنى انها تبقى في مكان امن. بتيجي ريتا وهي بتفكر وبتقول اختفت البطلة دون ان تترك اثرا. ماذا يحدث على الارض؟ كان البحث عن إيلا يسير بسلاسة، حتى ان يورجن اخبرني انه سوف يعثر عليها قريبا. بدل من هذا اتمنى ان يكون يورجن مخطئ. فجأة بتيجي بتتكلم مع يورجن عن طريق اتصال كده، وبيقول لها سيدة إريتا أنا آسف لأني اتصلت بيكي في وقت متأخر. بتقول له مفيش مشكلة أنا منتظراك. وبتقول له هناك شخص اسمه إيلا دين. بيقول لها أيوة أنا كنت أسألك عن ده على أي حال، مين الشخص ده؟ بتتفاجئ هنا أريتا، وبيكمل بيقولك تم كتابتها في دفتر الملاحظات حيث تم تدوين الطلبات المهمة، ولكن أنا ما أتذكرش ده أبدا على الإطلاق. بتقول يورجن اللي علم مؤخرا عن إيلا قد نساها بالفعل. بيكمل وبيقول لها زي ما انت عارفة ده أمر مستحيل منطقيا، ليه الاسم الغريب ده موجود في دفتر ملاحظاتي؟ وبيقول لها باتباع الكتابة في الدفتر ده أردت إرسال تقرير ليكي، أما عن الشخص المسمى إيلا لم أستطيع أن أتذكر أي شيء عنه. وبيسألها مين الشخص ده وليه طلبتي مني أن أنا أتحقق عنه؟ أعني لم أستطيع أن أفكر في أي شيء. وبيقول لها هل تعلمين أنه في بعض الأحيان يصبح وجهك شديد العبوس؟ وبيقول لها كمان ومع كده فأنت دائما ما تتظاهرين بأنك بخير. أعتقد أن ده بسبب أن ما متعاملين معه يفوق تحملك. وبيقول لها عشان كده انا اردت دايما ان انا اسألك عن ده تكرارا. اعتقد اننا يجب ان نتشارك الهموم معا. لكن بتكون إريتا متضايقة برضه. بيقول لها اسف من فضلك انسي اللي قلته ده لاني مرهق للغاية. وبيقول لها سوف انظر للوضع بشكل منفصل ايضا. وبيقول لها تصبحي على خير.
وبيقطع الاتصال. بتقول هنا إريتا يجب أن أجد لهذا حل، في الواقع أنا مش إريتا أصلا، ده مجرد عالم خيالي داخل رواية. وبتقول الحب الذي تلقيته من عائلتي في حياتي التانية أردت إنقاذه هذا السبب. وبتقول كنت عارفة إن الموضوع هيكون صعب، لقد عرفت ده بالتأكيد، لم أكن أعلم إن الأمر هيكون مخيف للحد ده. وبتبدأ تعيط وتنهار. وبتقول أنا مش عارفة دلوقتي إيه اللي هيحصل بسبب اختفت تقيلة تماما، إيه اللي يجب عليا إن أنا أعمله. وبتقول هل حدث ده عشان منساش إن أنا ما بنتميش للمكان ده أصلا. ومن كتر العيي بتبدأ تنام وهي قاعدة في مكانها. أبوها وأخوها بيجوا عليها وبيكونوا متضايقين جدا، وبيقول لها لقد أخبرتك أن لا تعاني وحدك. بيشيلها وبينيمها في السرير وبيقول لها نامي جيدا يا صدور. بيقول له أخوها إيه اللي بتنوي القيام بيه. بيقول له أبوها ريتا لا تريدنا أن نعرف، عشان كده احنا منقدرش نساعدها. بيقول له ده صحيح ولكن احنا هنسكت. وبيقول له لقد كنا نعلم بما تقوم به وإن الأمر بيتعلق بالبحث عن السحر الأسود، هو ده السبب. ريتا ماذا تخفين عنه؟ وبيتساءلوا هل في اي طريقة ان احنا نقدر نساعدك بيها. وبيسيبوها وبيمشوا. بيجي خيال حد بيقول لها طفلتي الحبيبة انا اسفة لوضع مثل هذا العبء الثقيل عليك، ويعتذر بشدة. بتنقل بينا المشهد لإريتا وهي واقفة في حفلة تانية كده وبتقول كنت احاول ان اعرف اذا كانت الامبراطورة ساحرة ولا لا، لكن للأسف لم تحضر المأدبة اليوم، بالإضافة إلى أبي. وبتبص لأخوها وبتقول أنت تعرف السبب اللي جعل والدي غير قادر على الحضور فجأة. بيقول لها تمام. ما بيقولش ايه السبب. بيقول لها اكيد اتحدثت عن شيء بدوني. وبيقول لها هنا اخوها لا الامر مش كده. بتقوله تمام انا ما عنديش فضوليه وبتعامله وحش وبتسيبه وبتمشي. وبتقول ليه فجأة غادر والدي، لابد انه شيء خطير عشان كده اخي بيخفي الامر. وبتقول تمام انا ايضا اخفي كثير ولكن اشعر بالحزن، لابد ان اخي غاضب دلوقتي، لازم ان انا اروح واعتذر منه. فجأة بيجي حد بيقول من الجميل ان انا اشوفك هنا، اسمي فيوليت كازافي. بتبص لها هنا إريتا بتقول كازافي. قال الامير كازافي انه كان صديق لاخي. بعد التفكير في الامر كانت هناك شائعة عن وجود اخت صغيرة لي، وبتقرب منها اخته لها أيتها الأمير أتمنى أن نكون أصدقاء. وبتفكر هنا إريتا بتقول شافتني للمرة الأولى اليوم، هي بتطلب الموضوع ده ليه؟ وبتقول لها سيدة كازافيل ماذا تطلبين هذا الطلب؟ بتقول لها هنا تمام لقد أحببت اللون الأسود أكتر من أي لون من وأنا كنت صغيرة. وبتقول لها لقد التقيت ذات مرة بيكي في جنازة الإمبراطورة الراحلة. وبتقول لها في تلك اللحظة وقعت في حب الشعر الجميل للدوقة من النظرة الأولى، ومن الوقت ده ما كانش عندي الفرصة أبدا أن أنا أقرب منك. وبتقول لها لقد كنت سعيدة عندما أصبح أخي والدوق أصدقاء. وبتقول لها في الواقع لقد كنت طفلة بالتبني، عشان كده ظننت أنك ممكن أن أنا أكون على علم بمشاعرك جيدا. بتفكر هنا ريتا وبتقول بالطبع إنهم عائلة جيدة. بتقول ما كنتش عارفة إن هو تم تبنيها أصلا. وبتتساءل هل أرادت إن احنا نصبح أصدقاء لأنها وحيدة. وبتقول لقد ظننت أنها ليست من النوع ده اللي بيشعر بالوحدة، يعني شخصيتها مختلفة تماما عن الشائعات اللي بتحدث عن كونها مغرورة جدا. وبتقول ليس من الجيد الحكم على الأشخاص من مظهرهم، ولكن أشكرك على الكلمات دي. وبتمسك ايدها وبتقول لها أنا كمان عاوزة إن احنا نكون أصدقاء. وبالفعل بيبقوا أصدقاء. بتقول لها ريتا من فضلك اعتني بي من الأنف صاعدة. بتنقل بينا المشهد لكاليون وهو بيتكلم مع فيرن. بيقول له ايه اللي انت عاوز تتحدث عنه. بيقول له فيرن مضى وقت طويل لورد كاليون. بيرد كاليون وبيقول له ايوه فعلا عدى وقت كبير من اخر مرة شفتك فيها سيد فيرن. وبيجي أبو ريتا وبيقول له آسف على التأخير يا سيدي، قلت لك أن تكون متواضعا إذا أمكن ده. بيقول هنا الأمير لا أريد أن أفعل هذا، يستعين علي فعل هذا من الأنف صاعدا. بيسأل هنا الأمير ما هو الرابط بيني وبين وجع الرأس ده. وبيقول من 3 سنوات منذ أن ذهبت ساحة المعركة كنت أعاني من الصداع المستمر دون سبب، أحيانا 4 أو 5 مرات في اليوم، وأحيانا يذهب لمدة أسبوع. بيقول في ساحة المعركة حيث يتم تحديد الحياة والموت في غضون ثواني قد يكون الصداع المفاجئ مهددا للحياة في بعض الأحيان. وبيقول أنا عاوز إن أنا أعرف إيه اللي عملته الإمبراطورة فيا. بيقول له فرن جلالتك من فضلك انظر لده. بيقول له ده بيلاقي إبرة كده. بيقول دي هي في اليوم اللي بدأت فيه المأدبة الإبرة التي حاولت خادمة الإمبراطورة غرزها فيها. اعتقدت إنها مجرد إبرة سامة عادية، ولكن شعرت بشعور سيء إذا طلبت التحقيق. بيقوله تمام فرن فلنبدأ. يبدأ يعمل حاجات كده وبيكون الأمير مش فاهم إيه اللي حصل. وبيسأله بيقوله لقد صببت قوتي السحرية فيها وقمت بالتركيز على الطاقة السحرية النظيفة، ولكن تم رفض هذه الطاقة، وهذا يعني أن الإبرة مرتبطة بالسحر الأسود. بيفكر هنا الأمير وبيقول من المذهل أن تكون الإمبراطورة على علم بالسحر الأسود، لقد أعماها الجشع حتى قامت بهذا. ويبص بيلاقي ريتا رجعت من الحفلة وبيشوفها من بعيد.
ولكن بيكمل كلام مع أبوها وفيرنو بيقول كيف عرفت أن الإمبراطورة لا علاقة بالسحر الأسود. بيقوله هنا أبوها أنا مش أول من توصل لده. بيرد عليه الأمير وبيقوله أخبرني المزيد من التفاصيل. بيرد عليه وبيقوله كاليون لولا رغبة الطفلة دي كنت ستتخلى بكل سرور عن قسمي لك وحتى عن انتقامي، لكنها اختارت المخاطرة ومساعدتك طواعية. لقد كانت أول من لاحظ السحر ده. بيقول الطفلة إذا كان بيتكلم عن هذه المواد لابد إنها ريتا كروبا. بيقول له ابنتي الصغيرة هي السبب في كل ده. بيجي هنا كاليون وهو بيفكر وبيقول غدا بكل تأكيد يجب إن أنا أشرح ليها كل شيء. يا ترى فعلا هينجح في إن هو يقول لها يكسب تعاطفها تاني، وهم هيكتشفوا ان هي كانت بتدور على السحر ده علشانهم اصلا مش عشان كاليون. ده اللي هنعرفه من خلال الفصل الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وسيبوا رأيكم في كومنت لان ده بيفرق جدا جدا جدا. اللقاء في الفصل القادم.